السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كذا صنف كده من المحاشي، وهنعمل كمان شوية لسان عصفور وطبقين ملوخية حلوين يدفوا في الشتاء ده. هنعملهم على شوربة فراخ. هنتبل الفراخ بقى تتبيلة حلوة خالص، وهنبقى مبيتينها في التتبيلة ديت من قبلها بيوم. التتبيلة انا كنت قلت لكم عليها قبل كده وهنقولها تاني. بجيب بصلتين كبار وبقطع عليهم واحدة فلفل حراق، وبحط التوابل كلها اللي عندي، 7 بهارات وتوابل ببقى جايباها من عند العطار بتاعت الفراخ، وملح وفلفل اسمر وحبهان، وببيتها في التتبيلة دي من قبلها بيوم، وتاني يوم ان شاء الله بشتغل فيها على طول. زي ما انت شايفة كده كنا جايبين كرنب، فهسلق الكرنب بقى. هوريكي بس كده ايه خطوات سريعة لسلقها، لان انا كنت عاملاها بالتفصيل قبل كده في القناة. انا بشيل القلب بتاعها من جوه كده، وببدأ احطها على وشها في المية زي ما انت شايفة كده. بتلاقيها بعد كده كلها فصصت من بعضها وخرجت من بعضها. تحطيها في المية من وشها الاول، وبعدين تحطيها من كل جنب، وبعدين بصي بقى هتلاقيها دلوقتي اتفصصت معاكي ازاي، وخرجت ورقة ورقة سليمة وزي الفل. بصي بقى بعد ما حطيتها كده وقلبتها على جنبها على كل جنب دقيقتين، شوفي بقى طالعه الورق. خلاص يعني تقريبا كده الكرنب مش بياخد سلق، يعني مش بياخد وقت في ان انت تسيبيه في الميه. ميه السلق بتاعته ببقى حاطه فيها بس حوالي معلقه من الكمون الحب، ومعلقه فلفل، لا معلقه ملح وبس، خلاص مش بحط فيها حاجه تاني. هنا بقى الفراخ زي ما قلت لكم كده كنت متبلاها، واهو هبدا اسلقها، احطها في الميه بتاعتها. هضيف عليها بصلايه وورقتين لورا، حبهان وملح وفلفل اسمر وخلاص. هنا بقى الخلطه بتاعت المحشي. 3 بصلات كبار، لان انا بعمل كميه كبيره من المحشي كذا صنف، فهكتر في البصل شويه، وعليهم حوالي لتر ونص من الطماطم. التوابل بتاعته شطه، كمون وفلفل اسمر بس. كمون بقى على قد ما تقدري، لان المحشي بيحب الكمون خالص. المحشي بكل انواعه من الحاجات اللي مشهور بيها الشتاء، بتدفي وبتدي طاقة. يعني بيبقى عليه اقبال حلو قوي من الولاد كمان. زي ما انت شايفة كده بعد ما بتتسبك كويس الصلصة، ببدأ اضيف عليها الرز اللي انا غسلاه ومصفياه كويس جدا، ما يبقاش فيه اي مية، وبعد كده بحط الخضرة وخلاص. زي ما انت شايفة بقى هنا كنت قورت الكوسة وقورت البتنجان، وهبدأ ان انا احشي بقى كل حاجة واحطها في الحلة بتاعتها. لما بتبقي مرتبة افكارك الدنيا بتبقى سهلة. يعني زمان كانوا اهالينا بيعملوا للمحشي 3 ايام، يوم بيشتروه ويوم بيسلقوه يعملوه يحشوه، واليوم اللي بعد كده بيسووه. دلوقتي خلاص بقى ساعتين وتلاقي نفسك محضرة احلى سفرة. بس ترتبي افكارك، ترتبي الحاجة بتاعتك، الخضار بتاعك يبقى جاهز ويبقى متنضف، هيبقى مفيش حاجة صعبة بإذن الله خالص. انا بحب احط تحت خالص في اول سطر كده الورق الاخضر. الورق الاخضر ده انا اللي بحبه، الولاد مش بيحبوه، بس بيبقى طعمه لذيذ قوي.
كل ورقة وانت مقطعاها سبحان الله بيبقى ليها طريقة في اللفة بتاعتها، يعني بحيث ان انت تخليها بصي مفرودة على ايدك بالشكل ده، العروق بتاعتها مفرودة قدامك، ما بتلفيش بعكس العروق بتاعت الورقة، علشان الصباع يبقى معاكي مظبوط ومنتظم. بالنسبة للبتنجان بقى زي ما انت شايفة كده هنحاول نحشيه ونسيب حوالي عقلة فوق، وما حاولش ان انا اضغط عليه قوي، علشان لما بتضغطي عليه مهما حطيتيه يستوي مش بيستوي، بيبقى الرز من جوه لسه ني. فانتي زي ما انت شايفة كده بيبقى خفيف ومش واصل لحد الاخر الرز فيه، لانه بيزيد طبعا، احنا عارفين الرز لما بيتحط له شوربة او مية بيزيد، فانت لازم تديله المساحة ديت علشان مش تفتحي الحلة تلاقيها كلها رز. شايفة بسيب فيه مقدار عقلة او نص عقلة. والكوسة كمان انا بحب اعمل فيها التضليعة دي من بره، بحس ان طعمها احلى من ان انا اسيبها خالص او ان انا اشيلها خالص، يعني القشرة بتاعتها من بره. يعني بحشيها برضو، بحاول ان انا ما اضغطش عليها. بصراحة انا جربت الكوسة للولاد بكذا صنف، ما لقيتش منهم اقبال عليها خالص، لكن حبوها في المحشي، يعني كلوها في المحشي. لو لسه متابعاني لحد دلوقتي يا ريت تنزلي تشتركي في القناة وتدعمي زر الجرس عشان بإذن الله يوصلك كل جديد. ما تنسيش تحط لايك للفيديو، لأنه هو ده اللي بيساعد على انتشار الفيديو وبيدينا دعم ان احنا نشتغل ونقدم حاجات جديدة. طبعا انا عارفة ان كلكم اساتذة في المحشي، مش انا يعني مش هقول لكم حاجة جديدة، بس ده روتين يومي عملته وكنت حابة ان انا اشارككم معايا فيه. يعني زي ما انتم شايفين كده كل حاجة حطيناها لوحدها في الحلة بتاعتها، وهنبدأ نسقيها بالشوربة. بس هتراعي بقى كذا حاجة كده وانت بتحشي كل صنف من دول، لا وانت بتسقي كل صنف من دول. زي ما انت شايفة كده اول ما اجي اسقي البتنجان احاول ان انا هوريكي دلوقتي المعيار اللي هوصله من الشوربة. ممكن الشوربة تبقى مغطية البتنجان لانه بياخد وقت في السوى ومش بيتهري. اما الكوسة طبعا من الخضار اللي هو بيبقى فيه كمية من المية، فبحاول ان انا ما ازودش فيه، يعني انا بحط قدر بسيط جدا من الشوربة اللي هو يعمل لي بخار بس مع المية اللي بتنزل من الخضار نفسه، وهتستوي وهتبقى زي الفل. زي ما انت شايفة كده بصي انا حاطة حاجة بسيطة خالص، لان الكوسة من الخضار اللي بينزل كمية مية كبيرة. بالنسبة لمحشي الكرنب بقى تبقى انت شايفة الشوربة تحت اول سطر، يعني مش بتبقى الشوربة طالعة فوق، لا تحت اول سطر كده علشان ما يتهريش منك ويعجن. شايفة في السطر اللي تحت بس، وببدأ بعد كده بقى اغطيه واسيبه وهدي عليه لحد ما يستوي. بالنسبة للفراخ بقى بحط لها، خدت لها معلقة من الصلصة بتاعة المحشي، واحط عليها كيس مرق الدجاج زي ما انت شايفة كده، وبهارات من جايباها من عند العطار، بهارات فراخ، وهقلب ده مع بعضه كويس جدا، وهبدأ ان انا اغطي بيه الفراخ بتاعتي واحطها تتشوي تحت الشواية. بتبقى في منتهى الجمال والولاد بيحبوها جدا بالطريقة دي. هو انا عامة عندي الولاد مش بيحبوا الفراخ متحمرة، بيحبوها مشوية او كنتاكي يعني، فالطريقة دي وسط يعني كلوها. بس خلاص وكده خلص الغدا بتاعنا النهاردة، يا رب تكون وصفتنا عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات عشان بإذن الله يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.